لو عايزين الفراخ المشوية تطلع بنفس الشكل وطعمها تحفة، جربوا تشوها على السيخ بتاع الشواية اللي في الفرن. ده شكل السيخ بتاع الشواية، بيبقى فيه سهمين من على الجناب. بتفك المسمار وبتطلعي السهم بنفس الطريقة، وبتبقي متبلة الفرخة بتاعتك قبلها بساعتين أو من بالليل. تقومي مدخلة السيخ في الفرخة من ناحية الرقبة، وتمشي السيخ في الصدر بتاع الفرخة لحد ما يطلع معاكي من آخر الفرخة. تقومي بقى بالسهمين بتوع الشواية تدخليهم في الفرخة بنفس الطريقة، وتزنقي بيها الفرخة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بزنق بالسهم، وبعد كده بالمسمار تربطي السهم علشان ما يتحركش منك، والناحية التانية بنفس الطريقة تزنقي الفرخة بالسهم جامد وتربطي برضو المسمار بنفس الطريقة. كده الفرخة هتبقى متماسكة معاكي وهتلف بطريقة صح في الشواية. وانتي بقى وحطها في الشواية في الفرن، هتفرشي تحتها فويل علشان كل السوائل تنزل عليها. وكمان لو هتنزل السوائل على صينية بطاطس، هتاكلوا احلى فراخ مشوية وبطاطس طعمها تحفة.